مش هتجوزيني بقى يما؟ يا ريت يا علي، ده يوم المونة يا ضناي. بس اللي أنا بفكر فيها مهرها غالي يما. ويش يكون يا؟ أني شايلة لك الخلخال الذهب اللي صيغت به يوم جواز. الخلخال الذهب؟ ايوه شايله لك انت واختك سعديه. انت فردة واختك سعدية فردة، لما تكبر كده وتتجوز تاخد فرد. بس قول لي، هي مين اللي نفسك فيها دي؟ واني من بكره اروح اخطبها. اللي نفسي فيها مين هي دي يا علي؟ وهيبة بنت الحاج شافعي. وهيبة بنت الحاج. يا عليوي عليوي، اختك سعدية يا علي. عليوي الجاموسة يا عليوي، الحق الجاموسة يا اخويا. مالها الجاموسة يا سعدية؟ مالها؟ مش عارفة يا عليوي، وانا رايحة احلبها دلوقتي زي كل صبحية، لقيتها بركة على الارض، جيت اقومها ما قامتش. يا لهوي، اهزها مش راضية تتحرك زي ما تكون قتيلة. يا سلام يا اولاد، جاموستي قتيلة. ابدا يا عليوي، انت مالك اتخضيت كده ليه؟ دي بنت عيانة يا عليوي، عيانة. طمني يا دكتور، طمني. مالها جاموستي يا دكتور؟ ولا حاجة يا عليوة، بخير إن شاء الله. عندها ايه يا دكتور؟ قول لي. الظاهر نازل برد خفيف، دقيقة واحدة مكشف عليه. دي لازم عين وصابتها يا علي. ايوه النبي يما، هي عين وصابتها. ده انا كل ما اطلع بيها على الترعه ما عدمش واحد يبص لها ويتمعن فيها ويقول يا سلام، جاموسة عليوي وبس، جاموسة عليوي ما فيش غيرها. لكن كلهم بيصلوا على النبي يا بيت. الناس عينها مليانه يا بيت. ولا هو يعني ما فيش حد في البلد عنده جاموسه غير عليوي؟ طب ابقى شوف ان كان الدكتور يقول لك انها عين. انا هعمل لها حجاب وفسوخي. شوف يا عليوة، ايوه يا دكتور، خير. طب هي برضو عندها نزلة برد زي ما قلت لك. طب والعمل يا دكتور؟ لا ما تخافش أبدا. أنا هديها حقنة بنسلين دلوقتي حالا. حقنه؟ خرابي. أنت خايف الحقنة توجعها ولا إيه؟ لا اصل عمرها ما عيت يا دكتور. معلش ما تخافش. امسكها لي من هنا. ايوه كده كويس خالص. مش وحياة النبي يا دكتور، مش خلاص يا سيدي، كمان حقنتين 3 من دول ترجع زي الحصان. بس المهم بقى تحافظ عليها من الهواء. تنيمها في مكان مقفول ما فيهوش تيار هواء. ما فيش يا دكتور غير الأوضة اللي بننام فيها. الأوضة اللي بننام فيها؟ إيه؟ طب واحنا ننام فين يا سعلاوي؟ ننام مطرح ما ننام يا ست، لكن الجاموسة جاموس تاني. إيه؟